نجم منتخبنا الوطني ونادي الزمالك نجم الكبير حازم إمام، برحب بيك من خلال تلفزيون الحياة وكابتن حازم إمام في الاستوديو. أعتقد حازم منتخب مصر وخطوات كبيرة جدا مع منتخب مصر ومع نادي الزمالك، وطمنا عليك. برحب بيك طبعا وبرحب بالكابتن حازم امام. في الاول بس انا بقول البقاء لله في والد باسم مرسي، يا رب ربنا يجعل اخر الاحزان ويرجع ان شاء الله، تبقى نفسيته ترجع زي الاول، لان انا شفته قبل ما يمشي طبعا كانت نفسيته صعبه جدا، وان شاء الله يرجع احسن من الاول باذن الله. احنا من خلال تلفزيون الحياة بنقول البقاء لله لوالد باسم مرسي، وان شاء الله زي ما انت قلت تبقى اخر الاحزان وينضم قريبا لمنتخب مصر ويتجاوز المحنه اللي هو فيها. يعني حازم قول لي، ناس كتير انتقدتك على الشاره مع حسام غالي، وانا اللي اعرفه ان علاقتك قويه جدا بحسام غالي، وانت قلت لي احنا ما اقصدش حاجه زي كده. من خلال تلفزيون الحياه وكابتن حازم، يعني مش عايز اقول لك اعتذار، لكن حسام غالي هو كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي، يعني هتقول له ايه؟ لا انا بعتذر له، يعني انا بعتذر له، لان هو طبعا ما اكيد ما فهم، يعني هو شاف الموقف بس. فما اول كلمه قلتها انا ايه؟ بعتذر له طبعا، انا بعتذر له، كابتني وكابتن منتخب مصر وانا بحبه جدا وانا زعلت الفتره اللي فاتت ان في ناس جت عليه وفي ناس جت عليا طبعا. بس انا بقول لك في الاول خالص، انا كان ماتش الاهلي لسه ما خلصش، واحنا كنا عندنا ماتش الشرطه. احنا ما كناش بنتفرج طبعا على ماتش الاهلي، لان احنا كان في التسخين، كنا بنسخن وكنا موجودين في الاستاد ساعتها. فنزلنا الملعب، فلقيت احد الصحفيين بيقول لي انا عايز صورك وانت بتبص الشاره، بتبص شاره نادي الزمالك. الكلام ده قلته قبل كده؟ لا انا اول مره اقوله. يعني انا مكسوف من كابتن حسام غالي، يعني انا عايز اكلمه، بس بعد الضجه اللي حصلت دي انا بقيت محروج ان انا اكلمه. بس خرجت ما عرفتش طبعا، ما كنا بنسخن، ما عرفتش اعملها، دبست. ايوه بين الشوطين وانا خارج لقيته بيقول لي بعد اذنك كابتن عايز اصورك تاني وانت بتبص الشاره. فانا قلت له في ايه يعني حكايه بص الشاره؟ فصورت وانا بعملها كده. خلصت الماتش بعد ما روحت خالص. بس انت كنت بتبص الشاره حواليك لعيبه؟ لا دي تاني يوم يعني بتاكد؟ لا بتاكد تاني يوم دي بعد ما الجمهور قال فضل يهاجمني وفضل يشتم ومش عارف ايه، رحت عاند. انما اول مره انا بعتذر لكابتن حسام غالي ده اللي انا بقوله. بس فدي اول مره والله العظيم اقسم بالله انا ما اعرف كابتن حسام غالي كان عامل ايه في الماتش، لان احنا ما اتفرجناش على الماتش. اللي حصلت كده يعني. واحد يعني زي ما انت بتقول انا اتدبست يعني. انما انا من خلالك ومن خلال كابتن حازم امام، انا انت اخويا الكبير وكابتني وكابتن منتخب مصر، فانا بعتذر لك. انا شفت الفيديو بتاعه معاك من يومين وهم راجعين من تونس. الفيديو ده طبعا يعني مش عارف اقول لك، يعني انا اتفرجت عليه، انا اقسم بالله انا عينيا دمعت لما اتفرجت عليه. كنت انا واللعيبه بتاع النادي الزمالك كلنا بنتفرج عليه. فبعد ما شفت الفيديو ده انا كنت مكسوف ان انا اكلمه. قلت لا لازم اطلع حتى اقولها قدام الناس كلها ان انا بعتذر له. انت بتكلمه دلوقتي؟ انا بكلمه دلوقتي، بقول له يعني انا ما كلمتوش في التليفون بصراحه. بس انا بقول له من خلالك انا اسف وما زعلش مني يعني. بالتوفيق يا حازم، ويعني ان شاء الله دايما كده، انت اخلاق كبيره وحسام بيحبك وانت بتحبه، وهي دي الاخلاق اللي احنا شفناها على الطبيعه انتوا الاثنين مع بعض. طبعا يعني انا ما شفتش منه حاجه وحشه والله العظيم. انا لما عملت كده اقسم بالله انا ما كنت اعرف يا كابتن حسام، وتاني مره لما عملت كده انا مع الناس اللي كانت بتشتمني بس. انما معاك انت فوق دماغي يعني. بالتوفيق يا حازم، واشكرك ومتواصلين معاك دايما. ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين.